اليوم راح احكي لكم قصة تخوف. تمام. حصلت معي انا شخصيا لما رحنا انا والشباب في مستشفى مهجورة. تمام، زمان ايام كنت بزر. فبحكي لكم قصة تخوف، واخترت هذا التوقيت بالذات لانه ما في اي حد في البيت، حرفيا البيت كامل ظلام، الكهرباء كاملة مطفية. طبعا مو سواد عيونكم بالقصة عشان اوفر كهرباء، بس بنفس الوقت عشان تخشون معي في الجو اللي يخوف. صدق صدق هذا الموقف حصل معي والله، وحصل معي في مستشفى. في هذا المستشفى كانت في الحي عندنا، المستشفى هذه كانت مهجورة. أذكر قبل ما تكون مهجورة كانت مستشفى مجانية حكومية. تمام. ورحت لها قيد مرة، كنت مرضت، كنت في الابتدائي أو شيء زي كذا ومرضت ورحت لها. لكن ما أدري ليش نقلوا هذا المستشفى لمستشفى ثانية، صارت هي نفسها المستشفى الحكومية بس نقلوها لمكان وقفلوا هذا المستشفى. هذا المستشفى في الأساس ما أدري كيف مستشفى غريب عجيب. هو كان 3 مباني سكنية، أخص لما قلت 3 مباني سكنية حيعرفونها. بعدين نقلت لمستشفى ثانية، والمستشفى هذه عبارة عن 3 مباني سكنية موجودة. والثلاث مباني السكنية هذه تدل إن لسه الكهرباء كانت موجودة في ذاك الوقت، كانت موجودة في نص المبنى تقريبا، كانت موجودة في الممرات، وكانت موجودة في الأسانسير، وكانت موجودة تحت بعد في القبو. كيف أعرف هذه المعلومات كلها؟ لأني أنا لما كنت بزر أنا وعيال الحارة رحنا نخش هذه المستشفى، كنا 15 شخص، 5 بزران مرة، وما كنا نبغاهم يعني يجون معنا، وكل واحد على مسؤولية أخوه الكبير، وال10 يعني من ضمنهم أنا. أوكي بزران بس مش مرة يعني مراهقين على قولتهم. هذه المستشفى من زمان احنا بنخشها، من زمان بنخشها، وابدا لا حد يقلدنا ولا حد يسوي هذه الاشياء، ولا حد يخش اماكن مهجوره او اماكن غير مصرح فيها او اي شيء. هو ما ادري صراحه، كان مفتوح يعني تقريبا، كنت تقدر تخشون، ما كان في مقفله او كانت ممنوع احد يخش. كانوا كل الناس يروحون حرفيا، يعني ما بقى احد من الحاره ما راح وسوى هناك وجدول. فهمتوا؟ فرحنا ذاك اليوم. أتذكر كنا مخططين إنه بنروح في الليل، ما نبي نروح في الصباح، نبي نروح في وقت متأخر عشان نعيش الجو ونعيش شعور الرعب قلك. وأذكر زمان كان مشهور اسمه ياسا أو شيء، كان كل ما بيخش مكان يقول بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهمتوا؟ بيصور. فكانوا كلهم كلنا أنا من ضمنهم كنا مهووسين في اليوتيوبر هذا، وكان هو يصور مغامراته مع الجن. أنا ليش قلت لكم هذه القصة وذكرتها؟ لأنه بقى البيت هذا مسكون اللي نحن فيه، بس ما أهتم، ما يخوف. دقيقة خلني أجيب لكم النور الأحمر عشان يعني جو كذا. فالبيت هذا هذا البيت مسكون، وعشان كذا جاني الموضوع. شفت كم حاجة في ذا البيت بس I don't care, I didn't do anything to anyone. على العموم خليني أقول لكم، ليلة ما رحنا المستشفى أذكر ذاك اليوم كان الجو مرة ظلام، كان الجو كمان غبار. عرفت الغبار ذاك القوي، الهواء القوي اللي يصفق مع غبار كذا، شطح 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 زي كذا. وكنا مترددين صراحة إنه نروح، لأنه عرفت المستشفى دي فيها مدخل، هو ما أدري هو مدخل حديقة أو ما أعرف إيش هذا المدخل، لكن لازم تتسلكوا جدار. تمام. والجدار هذا يوديكم على الدور الأول سطح، بعدين الدور الأول، بعدين تخشون من قزاز شباك مكسور للدور الأول. اللي ساكن هناك أكيد حيعرف إيش قصدي ويعرف إيش قصدي في هذه الطريقة. اللي قد راح المستشفى حيعرف إيش. على العموم اللي صار إنه كان لازم نتسلك هذا الجدار، وقس وات الجدار الجهة الثانية كان عبارة حرفيا عن ظلام دامس، وعبارة عن الدور الأول بس من تحت. والدور الأول كان يعني لو طحت وخشيت من الجهة الثانية، بقى أفسر لكم، تخيلوا معاي إنك لو طحت ورحت الجهة الثانية بالغلط وما رحت الدور الأول حتتوهق وما حد حينزل لك وما حتقدر تطلع فوق. حرفيا ما حتقدر تطلع فوق. حرفيا لو جربت بتطلع الدور الأول عشان ترجع من الشباك وترجع من نفس الحيطة ما حتقدر، لأنه I think هذيك القسم كان مقفل أو ذاك القسم كان مقفل كامل. فلو طحت هناك
الله معك. عاد استنى يجيبوا لك احبال، لكن حرفيا كان الظلام جدا دامس هناك، حرفيا ما اشوف حتى الجهه الثانيه، ما اشوف الارض، يعني ما اعرف انا وين طايح، حطيح في حفره ولا حطيح. على العموم الحمد لله اني كنت نحيف، ما كنت نفس الحين يعني. اتسلق اول واحد، ثاني واحد، ثالث واحد، وكل شوي يقولوا لي يلا تسلق، وانا اقول لهم اللي بعده اللي بعده، اللي اول شيء البزران، اول شيء البزران، انه الخمسه. كلهم تسلقوا، بقى بس 3، وكان باقي اكبر واحد واللي اصغر منه شوي، يعني اكبر 2 في الشله وانا. ويقولوا لي يلا يلا يلا، هم بياخذون يعني يبي يحرصون انه كل راح فوق بعدين هم يروحون. تمام. بالغصب رحت حرفيا كذا، واحد سوى كذا، كان في الجدار كان في كرسي، عرفت كرسي العزاء او الافراح، هذاك الكرسي حق الافراح المخيس لونه احمر، اللي كذا حديده ممكن تنكسر فيك المهم هذاك الكرسي كان موجود. واللي قبلنا شكلهم المغامرين الشطورين اللي قبلنا، اللي ما انصح اي احد يسوي نفسهم، كانوا حاطين لنا كرسي وحاطين لنا بلوكتين، بلوك ماينكرافت. كنت لازم نحن نمشي على الكرسي، بعدين البلوك، بعدين يكون واحد جالس حرفيا يعني هذا الجدار وهو حاط رجله من هنا ومن هنا كذا، اي حد يجي يسحبه، فهمتوا؟ فهذا حط لي ايده كذا، فانا جيت ودست على ايده بجسمتي الله يكرمكم، ويرفعني كذا على الكرسي، بعدين على البلوكة، بعدين احاول امسك فيه، وهذا اللي جالس زي كذا يسحبني، واوقف على الجدار، وفي واحد ثاني يكون ماسك كذا عشان ما حد يعني يفقد توازنه ويطيح، ويسحبونه على الدور الاول. كان اخوف شيء حرفيا، اخوف من المستشفى، اخوف من كل حاجه هو هذا البارت. لو طحت هناك خلاص سايلنت هيل. كنت مره خايف ورحت هناك. ولما دخلنا هم العلمين دخلوا، هم طوال وكبار، عاد تصرفوا بكيفكم، دبروا نفسهم وجاوا معانا. والقزاز صراحة كان مكسر، وكان في مناطق ممكن تجرح، لكن كانوا مكسرين كويس الحمد لله، فما حد انجرح ولا حد انصاب. دخلنا هناك، أول شيء لاحظناه إنه في هواء بارد جوا، رغم إنه برا كان في هواء وغبار ويصفق فينا، بس اللي لاحظناه برودة المكان. تحسون تعرفون المكان لما تكونوا جايين من المدرسة أو جايين من حرفيا جو جدا حار، أو جاي من العمل وتجي تخش البيت وتجي تخش عند التكييف، عرفت الشعور هذا اللي يجيك عرفت هذا الشعور صح؟ فإنه يطير الشعر يعني، هذا الشعور. فكنا حاسين بذا الشعور، وكان شعور جدا غريب، وكان مكيف شغال. فقلنا وش ذول يصرفون كهرباء؟ قلنا اوكي مستشفى حكومي، الانوار شغاله لها دهر، لكن كهرباء يعني فاتحين مكيفات مستحيل. فاستغربنا مره. بس قلنا ممكن تكييف، ممكن مراوح، اي شيء، بس جد الجو كان جدا مخيف، وكان مره بارد بشكل غريب. على العموم دخلنا جوا، كان في لمبه مكسوره طويله ونازله كذا في الوسط ولسه شغاله اللمبه كذا حرفيا، وكانت لسه شغاله يعني تسوي وميض. تمام. وكنا مره خايفين. والاسانسير لما نفتحه جينا بنفتحه، كان في 2 هطوف، يقولون ايش رايكم نخش من الاسانسير وننزل على طول على البدرام. كان في بدرام هناك حق سيارات، والبدرام هو كان ارعب شيء في المستشفى، كان مشبك بشبك كذا، فلما تيجي تبي تشوف البدرام تقدر تشوف هناك ايش موجود. وفي اخر البدرام عند بداية الاسانسير كان في لمبة، وكان في كذا حق الكرسي حق الاطباء، وكان كذا متزحزح. على العموم كان شيء جدا يخوف. ولما فتحنا الاسانسير كان نصه، فهذول كانوا يبغون ينطون على الاسانسير عشان ينزلهم تحت على طول، لكن طبعا ما شاركناهم هذه الفكرة. الشيء اللي كان يخوف هنا واللي جد خوفنا انه كنا نسمع صوت انفاس ورانا كثير وصوت خطوات. ودخلنا على غرفة لقينا فيها حرفيا بيرة كثير، موسي شعير ما ادري ايش كانت، ودخخين، يعني واحد يدخن ويطفي. ولقينا كذا فرشة، وحرفيا يمكن فوق 20 بيرة والله، ودخين كثير الدخان بكتات كثير، وكان شيء مرة يخوف. إذا تبون تعرفون الباقي بارتشو، لأنه القصة طولت حرفيا مرة طولت. وبس أحبكم، أعطوني لايك وفولو، وعندك ترى قناة في اليوتيوب
قصص احلى من كذا. هذه قصة ما كان